في حلقة النهاردة هنتكلم عن العادات، الحاجة اللي كتير مننا غافل عنها وعن أثرها في حياتنا. عايزك تخرج من فيديو النهاردة بوجهة نظر مختلفة تماما عن العادات، وتبقى عارف كويس حياتك رايحة فين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة جديدة من قناة الكتيب. وحلقة النهاردة الجزء الأول من ملخص كتاب Atomic Habits أو العادات الذرية للكاتب الرائع جيمس كلير، اللي بيعلمنا فيه سحر العادات وسر بنائها. ما تنساش تحط لايك على الفيديو وتعالى نخش في الموضوع على طول. الكاتب بيبدأ كتابه وبيقول إن كل حاجة حصلت لك في الفترة اللي فاتت حصلت بإذن الله أولا وبسبب عاداتك اللي انت كنت بتمارسها على الفترة الأخيرة، اللي هي سنة 2 3 أو 10. وعلى أساس الكلام ده الكاتب شايف إن حياتك اللي هتعيشها في المستقبل معتمدة اعتماد كبير جدا على العادات اللي انت بتعملها دلوقتي. ومن هنا تعالى نتكلم على أهمية العادات. سهل جدا على الواحد انه يجهل تأثير العادات ديت في حياته، رغم ان هي اللي بتكون شكل حياتك. وكتير من الناس مش بيقدر أهمية ممارسة عادة معينة والتحسن فيها ولو بنسبة بسيطة بس كل يوم. كتير من الناس فاكرة ان النجاح الكبير محتاج حركة كبيرة، وده على رأي الكاتب مش صح. يعني مثلا التحسن 1% بس في أي مجال كل يوم لمدة سنة هيخليك 37 مرة أحسن في المجال ده في آخر السنة. وعلى العكس ممارسة عادة سيئة كل يوم هتوصلك للصفر. كتير من الناس بيكون فاكر التحسن بالشكل ده، بس في الحقيقة هو بيبقى بالشكل ده. الرسم ده اسمه Plateau of Latent Potential. وهنا التحسن في أي مجال مش بيبقى على شكل لينير، مش على شكل خطي، بل بيبقى على شكل كيرف كده. والحتة ديت اسمها Valley of Disappointment أو وادي الإحباط. وعلى رأي الكاتب دي الحتة اللي ناس كتيرة فيها بيتركوا ممارسة العادات، لأنهم مش بيبقوا شايفين نتائج من ممارسة العادات بتاعتهم ديت، رغم إن نتائج ممارسة العادات بياخد شهور وساعات سنين عشان يظهر. طيب إزاي نستمر في العادات الجيدة عشان نحصل نتائجها؟ وإزاي نبعد عن العادات السيئة؟ الكاتب بعد كده بيبدأ يتكلم عن الأهداف، وإزاي إن في أوقات كتيرة ما بيكونش ليها علاقة بالنتيجة. أصل فكر فيها كده، تقريبا كل الناس بتحط أهداف لنفسها. الناجح بيحط أهداف لنفسه، والفاشل كمان بيحط أهداف لنفسه، وأكيد الفرق ما بينهم مش الهدف اللي هم حطوه. الكاتب بيقول إن الفرق ما بينهم هو النظام اللي بيمشوا عليه عشان يوصلوا لأهدافهم دي، لأن الأهداف هي النتيجة اللي احنا عايزين نوصل لها، أما النظام هو الحاجة اللي احنا هنعملها عشان نوصل للهدف ده. تخيل معايا مثلا طالب هدفه هيكون انه يجيب مجموع كويس، اما النظام اللي هيمشي عليه عشان يوصل لهدفه ده هيكون مثلا ازاي هينظم وقته، ازاي هياخد دروس وهياخدها امتى، ازاي هيحرص ان هو يذاكر كل حاجة اول باول، وهكذا. طيب يا ترى لو احنا ركزنا على النظام ده بس وما ركزناش مع الهدف، هل ممكن نوصل للنجاح؟ الكاتب بيقولك غالبا كده. يعني تخيل معايا مثلا انك في فريق كورة وما ركزتش على هدفك وهو انك توصل للبطولة مثلا، بل انت ركزت على تطوير نفسك وبناء علاقات جيدة مع الناس اللي في الفريق بتاعك. هل انت هتوصل وتنجح وتحصل على البطولة بتوفيق ربنا؟ طبعا ان شاء الله. طيب هل معنى كده ان الاهداف ملهاش لازمة؟ اكيد لا، الاهداف بتحدد اتجاه السعي بتاعنا، بس النظام هو المسؤول عن وجود التطور. من المشاكل اللي بتمنع تغيير عاداتنا او بناء عادات جديدة هو ان مفيش نظام كويس لبناء العادات دي، والتركيز على بناء نظام سليم لبناء العادات هي اهم فكرة للكتاب ده. ومهما كانت العادة صغيرة او ذرية فهي بتخدم نظام بناء العادات. قبل ما تبدأ تبني عادات جديدة محتاج تفهم فكرة البيهيفيرال تشينج أو التغيير السلوكي. في 3 طبقات للتغيير السلوكي. الطبقة الأولى اسمها الأوتكمز أو النتائج. الطبقة الثانية اسمها البروسيسز أو العمليات. الطبقة الثالثة اسمها الايدنتيتي أو الهوية. طبقة النتائج مسؤولة عن الهدف اللي انت عايز توصل له، مثلا عايز تخس أو عايز تقرأ كتاب. الطبقة الثانية طبقة العمليات، ودي المسؤولة عن تغيير عاداتك وأنظمتك، مثلا إنك تمشي على نظام غذائي أو إنك تبدأ تقرأ في الكتاب فعلا. الطبقة الثالثة طبقة الهوية بتحدد نظرتك لنفسك ونظرتك للناس، وبتعرف خلالها أنت مين
وعايز ايه. دي الطبقة المسؤولة عن كل اعتقاداتك ومفاهيمك. المشكلة بقى على رأي الكاتب ان كتير من الناس بتبدأ من طبقة النتائج ويوصلوا لطبقة الهوية، اما الناس التانية بتبدأ من الهوية وتطلع للنتائج. طيب وايه المشكلة في كده؟ تخيل معايا حد عايز يبطل تدخين وحد عرض عليه سيجارة، هيرفض غالبا ويقول له انا بحاول ابطل. رد عادي وما فيهوش مشكلة، هو شخص كان بيدخن ودلوقتي هو بيحاول يبطل، دلوقتي هو بيحاول يتغير، بس المشكلة انه بيحاول يتغير بنفس الهوية اللي كان عليها، انه مدخن. شخص تاني ممكن يرفض ويقول انا مش مدخن. مش فرق كبير قوي، بس الجملة ديت بتشير ان في تغيير في الهوية حصل. الشخص ده زمان كان مدخن ودلوقتي ما بقاش مدخن. ناس كتيرة مش بتحط موضوع الهوية ده في الحسبان لما تيجي تتغير او تبني عادة جديدة. مش واخدين بالهم ان في اوقات كتيرة الهوية القديمة ديت ممكن تبوظ عليهم خططهم كلها في بناء عادات جديدة. والكاتب بيقول ان من احسن المحفزات لبناء العادات الجديدة هو تغيير الهوية. في فرق كبير جدا ما بين ان انا اقول اني عايز اعمل عادة معينة وان انا عايز ابقى الشخص اللي بيعمل العادة دي. يعني الهدف مش انك تقرأ كتاب، الهدف انك تبقى قارئ. الهدف مش انك تخس، الهدف انك تبقى شخص صحي. واكيد دايما لازم تفكر نفسك بهويتك عشان تعرف تغير حياتك صح. قبل ما نعرف ازاي نبدأ نغير عاداتنا، محتاجين نعرف الاول ازاي العادات بتكون. بيتم بناء اي عادة خلال 4 مراحل، وهما الكيو او الاشارة، كريفنج او الرغبة، ريسبونس او الاستجابة، ريورد او الجائزة. اول مرحلة الكيو او الاشارة، ودي اللي بتنتج الرغبة في ممارسة العادة. تعال ناخد مثال. دلوقتي موبايلك جاله اشعار، عمل صوت، ده يعتبر الكيو. اول ما سمعت صوت الموبايل ده بقى عندك رغبة تعرف مين اللي بعت لك رسالة، ودي المرحلة التانية، مرحلة الكريفنج او الرغبة. المرحلة التالتة بقى ودي مرحلة الريسبونس او الاستجابة للاشارة دي. دلوقتي انت فعلا مسكت موبايلك وفتحته وشفت مين اللي بعت لك رسالة. المرحلة الاخيرة اللي هي الريورد، الجائزة، وهي انك لما خلاص فتحت الرسالة عرفت مين اللي بعت لك واشبعت الرغبة في معرفة مين اللي بعت لك الرسالة دي. وصوت الاشعارات بتاع الموبايل بقى مربوط بانك تمسكه عشان تشبع الرغبة في انك تعرف مين اللي بعت لك رسالة. والعملية ديت كلها اسمها The Habit Loop او حلقة العادة. وبناء على ال4 مراحل اللي احنا اتكلمنا عليهم، كاتب بعد كده بيناقش احسن طريقة لبناء نظام لبناء العادات ديت، وده اللي هنعرفه في الجزء الثاني من ملخص كتاب Atomic Habits. فاشترك في القناة عشان ما يفوتكش الجزء الثاني. ولو عجبتك حلقة النهاردة متنساش تعمل لايك على الفيديو. وبس كده، كان معاك الكتيب وسلام.